اهلا بيكم في تسليم جديد من شركة السويفي. احنا النهاردة في حلوان وبتحديدا في عمارة زهراء الحبيب. العمارة دي معروفة هنا جدا بانضباطها والتزامها، لانها عمارة من اكبر العماير الموجودة هنا في حلوان قدام الانتاج الحربي. بصراحة انا لما جيت العمارة هنا كان فيها نظام زي نظام الكومباوند بالظبط، كل فيه التزام بمواعيد وكاميرات مراقبة والتزام للصناعية تشتغل في مواعيد معينة وفي وقت معين. كانت صعبة شوية بالنسبة لينا، بس بصراحة النظام حلو في اي مكان. زي ما حضراتكم شايفين هنا احنا عملنا ماتشنج بين الرصاصي او اللون الجري واللون الاسود في كل حاجه واللون التلجي، علشان خاطر نطلع حاجه كلها متناسقه مع بعض. في اي شقه بتعجبك سواء شغلنا او شغل اي حد تاني، ده بيكون بمجهود ناس اللي بتشتغل علشان خاطر تطلع حاجه منسقه. يعني الفرق بين حد بيشطب اي تشطيب او حد بيبقى عارف هو بيعمل ايه، ده بيبقى بيعتمد على مهندس الديكور اللي بيصمم ان هو دايما بيبقى ماشي على لون او لونين او حتى عمل ماتشنج بين الالوان، بتبقى الحاجات منسقه ومنظمه مع بعض. يعني دايما مثلا بيخلي السيراميك، يعني ده انا بقوله للناس اللي هي ما بتجيبش مكاتب او ما بتجيبش شركات او ما بتجيبش مهندسين، دايما بننصحهم ان انت لازم تمشي على حاجات معينه من اول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في التشطيب لحد ما تخلص، تبقى عارف ومحدد انت عاوز ايه، او تبقى راسم شقتك في دماغك هي شكلها هيبقى عامل ازاي في الاخر، زي احنا ما بنعمل بالظبط. يعني دايما احنا بنركز على ان الحاجات كلها تبقى ماشيه ماتشنج مع بعض. بالنسبه للسقف زي ما حضراتكم شايفين، احنا طبعا عملنا السي ان سي، وده اخر عهدنا بالسي ان سي ان شاء الله، لان هو خلاص بدا يقل شويه علشان خاطر الناس بدات تستخدمه كتير والترند بتاعه بدا ينزل. الاباليك اللي انتوا شايفينها دي حضرتك ده من اختيار العميل. دايما احنا بنحاول نعمل حاجه تمشي مع الذوق بتاعنا، بس طبعا هي اذواق، وصممنا مع العميل ان ما ينفعش ان الاباليك دي تركب في الريسبشن، بس هو اصر ان هي تركب، وكان يا اما تركبها يا اما تسيبه الشغل، فركبناها وعلى عهدته وهتبقى ترند بقى، عشان خاطر احنا كده قلنا كل حاجه على السوشيال ميديا. واتفضح المهندس طارق علشان هو صمم ان هو يركب الاباليك، وانا كنت مصمم ان انا ما اركبهاش، فعملت اللي هو عايزه، بس انا برضو مش راضي عنها احسن حاجه يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بالنسبه للمكتبه عملنا فيها بديل الرخام بالشكل اللي انتوا شايفينه، تجزئه القراره علشان خاطر نقدر نمشي مع ماتشنج مع الارضيه، وبرده بنفس اللون الرمادي او اللون الجري، التجزيعه بتاعه الرخام مع بديل الخشب اللي هو زي موج البحر، ده شكله شيك جدا وجميل. يعني هو ده شكل تاني من اشكال بديل الخشب بس باللون الاسود زي ما حضراتكم شايفين. اهتمينا برضو بصرف التكييفات، وازاي احنا هنحط التكييف، هنا تكييف 3 حصان وهنا تكييف 3 حصان بالنسبه للريسبشن، اسسناه له وعملناه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، علشان خاطر برضو كان من الحاجات اللي قابلتنا والمعوقات اللي قابلتنا في الشغل هنا. كان المهندس طارق كان قلنا نعمل التكييفات باك تو باك، وبعد ما عملنا السيراميك رجع طلب تاني ان احنا نعملها تاسيس وناسس لها فريون وننقل مكان التكييف، فاضطرينا ان احنا نشيل بلاطه من هنا ونمشيه طن، عشان ما كانش هينفع نمشيه في الارض علشان خاطر صرف التكييف ما كانش هينفع يبقى طالع من السقف ينزل من السقف، عشان الميه طبعا ما كانتش هتطلع لفوق. كان ممكن الفريون ينفع بس الصرف بتاع الميه ما كانتش ينفع، فاضطرينا ان احنا نشيل بلاطه ونجيب بدلها. طبعا انت مش هتاخد بالك من التفاصيل اللي حصلت دي كلها، بس طبعا دي تفاصيل بتفهمنا وتعرفنا ان احنا دايما نبقى محددين احنا عاوزين ايه بالظبط، علشان خاطر ما نقعش في اخطاء ونبدا نكلف نفسنا تاني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عملنا الكافي كورنر ده، طبعا هو في المطبخ طبعا جوه لسه احنا هنخش نشوفه دلوقتي، بس عملنا الكافي كورنر ده برخام الجلاكسي المطعم بالذهبي زي ما حضراتكم شايفين، شكله جميل جدا وشكله شيك. طبعا كنا محتارين بقى ان احنا نعمل هنا سيراميك او نعمل ايه، شكله كانش هيبقى ظريف قوي في الريسبشن، فعملنا الحجر زي ما حضراتكم شايفين كده، حجر القراره، وده بيبقى بواقي في الجبل، بيجي بيتقطع بشكل معين بيركب بيبقى شكله شيك جدا، وفي لمعه زي ما حضراتكم شايفين مديه شياكه. كمان الاباليك الاب داون عامله شكل جميل وظريف في السقف، وعامله شكل شيك جدا، وخلى شكل الريسبشن بقى فيه قطعه من الديكور، بدل ما هو كوفي كورنر بقى قطعه من الديكور داخل الريسبشن بترد على المكتبه
باللون الاسود برضو، عاملين ماتشنج معاها بين المكتبه وبين الاسود الجلاكسي اللي حضراتكم شايفينه. طبعا حمام قبل ما ادخل على حمام الضيوف، الباب برضو المصفع بتاعنا ماتشنج بين الرمادي والاسود او الجري والاسود زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. ولوحه المفاتيح بتاعتنا ال 24 خط، طبعا كل الاحمال بتاعتنا بالمفتاح القاطع علشان خاطر نقدر نوزع الاحمال بتاعتنا. كمان احنا عندنا توزيع الاسبوتات والديكورات بتاعه توزيع الاسبوت ده مدي شكل جميل جدا. بنقدر نوزع الاضاءه وتفتيح الاسبوتات بشكل ديكوري ما يتعارضش مع الشكل بتاع الديكور اللي احنا عاملينه، علشان ده طبعا بيدي شكل كمان معانا، بيزود معانا شكل الديكور. تعالوا نشوف الحمام الضيوف. زي ما حضراتكم شايفين القعده هنا، القعده هنا ركه سوفت كلوز زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وشكلها شيك جدا وجميله وعمليه. وعندنا هنا الوحده زي ما حضراتكم شايفين برضو، الوحده السوفت كلوز برضو بالخلاط بتاعها شكله شيك جدا. وعندنا المرايه التاتش شكلها شيك وظريف بالشكل ده. عندنا هنا في شفاط برضو زي ما حضراتكم شايفين. كانت من الحاجات اللي عملت لنا عوائق هنا ان الشقه في الداخلي، يعني انت علشان خاطر تطلع حاجات او الكلام ده كله فكان لازم تطلعها على السلم. بس احنا عملنا الحمد لله، كان في شقه لسه ما اتشطبتش من الجيران هنا، استاذناهم وقدرنا ان احنا نشون الحاجات بتاعتنا كلها ونجيبها من على الواجهه من بره من قدام المستشفى اللي ندخلها جوه الشقه هنا. وكانت ده طبعا وفرت لنا فلوس كتير جدا. لو كنا طلعنا احنا هنا في الدور السابع، لو كنا طلعنا الحاجات دي كانت هتكلفنا فلوس كتير جدا. فالحمد لله قدرنا نوصل للجار اللي على الواجهه ونجيب منه المفتاح بتاع شقته، كان لسه ما شطبش، وقدرنا ندخل حاجاتنا ونستخدمها في الشقه هنا. عندنا الابواب بتاعتنا عملناها باللون ده الرصاصي برضو او اللون الجري برضو، علشان خاطر يمشي مع الشكل بتاعنا او الديكورات بتاعتنا. طبعا البلوستر ده ممكن تلعب في الالوان بتاعته، انما الاسطر بيبقى يعتمد على البنيات بس. وده طبعا عشان من الحاجات اللي احنا دايما بنهتم بيها ان احنا نقرب لون البيبان بالشكل اللي احنا عاملينه، والاوكر بتاعتنا الفضي علشان خاطر تمشي مع اللون الجري بالشكل ده. الطرقه شكلها جميل جدا. شوفوا توزيعه الاسبوتات او توزيع الاضاءه بتاعه الاسبوتات شكلها عامل ازاي بالشكل ده والجمال. شكل الطرقه جميل جدا. السبوت لايت النور بتاعه برضو منسق بين كل مستطيل ومستطيل، واحده عكس كده. والهيد لايت برضو شكله جميل جدا، والاضاءه بتاعته شكلها شيك جدا. تعالوا كده نشوف المطبخ الاول وبعد كده ابقى نرجع نشوف الحمام. المطبخ زي ما حضراتكم شايفين عملنا البلاطين الديكور دول زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، علشان خاطر يبقى شكلها شيك وظريف. هنا يبقى الوحدات بتاعه المطبخ. وطلعنا برضو في الجزء بتاع الطرقه ده كملنا فيه شويه بالسيراميك، علشان خاطر ده استخدام المطبخ هيبقى يعني ده حرم المطبخ لاي دهون او اي حاجه. خلاص احنا مكملين لحد المنطقه دي، وبعد كده بنبدا نخش على الحمام. الحمام ده كان برضو من الحاجات الجديده اللي احنا عملناها، ان احنا عملنا الشاور بتاعنا بالشكل ده اللي هو فيه نظام القعده، علشان خاطر هو مثلا بياخد شاور او حاجه او بياخد كانه مثلا سبا او ساونا مثلا، اللي عاوز يقعد شويه هنا في البخار او الكلام ده كله بالشكل ده. كان شكله جميل جدا وظريف. هنا القعده المعلقه بتاعتنا او صندوق الدفن اللي احنا بنعمله برضو سوفت كلوز برضو بالشكل ده وبالشياكه دي بصندوق الدفن بتاعنا. طبعا احنا الخرانق او المربعات اللي احنا بنعملها بتعكسنا، ما بنقدرش نعملها لما يكون عندنا شباك زي كده، فما بنقدرش برضو نعمل المربعات بتاعتنا ونعمل فيها الاسبوتات. طب لو كانت القعده دي في اتجاه تاني كنا ممكن نعمل المربعات بتاعتنا وكان شكلها يبقى ظريف. هنا مكان السخان وهنا مكان الغاز الطبيعي، وهنا الشفاط بتاعنا برضو. الحوض بتاعنا كان عاوز يجيب حوض كبير برضو، فعملنا الحوض ده متر، والوحده بتاعته برضو سوفت كلوز. والمرايه التاتش بتاعتنا عملناها متر برضو عموله على قد الحوض علشان تبقى شكلها شيك جدا وظريف. توزيع الاضاءه بالنسبه للحمام برضو زي ما حضراتكم شايفين بنعتمد على السبوتات الصغيره بتبقى للديكور،
وبنعتمد على السبوتات الكبيره دي علشان خاطر بتدي اضاءه للمكان، خاصه ان الحمام هنا غامق فبيحتاج اضاءه كبيره عشان خاطر ينور وشكله يكون ظريف. تعالوا هنا نشوف الغرف هنا، وتعالوا اقول لكم كمان على الاضاءات بتاعه الغرف. بنعتمد على الاضاءات زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده علشان خاطر يبقى فيه هيد لايت وسبوت لايت واضاءه رئيسيه زي ما حضراتكم شايفين. الالموتان هنا عملناه البي اس الكبير محمل زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، محمل وشكله جميل جدا، وعملناه برده بنفس اللون الجري برده علشان خاطر يمشي مع الشقه. عندنا هنا السلك بتاعنا PVC. البي سي طبعا انا ده كان من اختيار العميل، شيك جدا وظريف، بيدي شياكه طبعا، وخاصه في الشبابيك اللي هي بتبقى عاوز تفتحها على المنور الكبير. بس يبقى عندنا مشكله في البي سي ده، ان هو على رغم ان هو شيك جدا وجميل، بس المشكله ان هو كل استخدامه على الخيط ده. شايفين الخيط ده زي ما حضراتكم شايفين كده، مع الاستعمال بيبدا الخيط ده يتقطع او يحصل فيه تعوز كل شويه اعمال صيانه، مع ان هو زي ما حضراتكم شايفين يبدو ان هو شكله شيك، بس طبعا الاستعمال بتاعه ما بيبقاش احسن حاجه. بس طبعا اختيار العميل، وما نقدرش نزعل العميل بتاعنا، واي حاجه هو بيحب يطلبها بنعملها، بس بيبقى لينا الكومنت بتاعنا. عندنا هنا الغرفه دي غرفه اطفال برضو، ونفس الكلام برضو عملنا الشباك هنا، وطلب منا برضو المهندس طارق. خلي بالكم المهندس طارق مهندس كهرباء، عشان خاطر برضه يعني هو طلب مني السبوت الدلايات اللي بره، وهو مهندس كهرباء قد الدنيا يعني والله. بس طبعا احنا بنقول بس على الحاجات اللي هي بتخص الديكور، يعني ممكن هو كان ليه تفكير تاني معين عشان يزود الاضاءه، بس هو موضوع زياده الاضاءه كان ممكن مثلا يستبدل بنجفه شكلها شيك احسن من كده، احسن من الدلايات، عشان بس ما يزعلش منا المهندس طارق، علشان خاطر ما نزعلوش في الفيديو اللي احنا هننشره. عندنا هنا برضو البي سي نفس الكلام، هو اصمم برضو عليه، قال لي انا عاوز بي سي، قلت له مفيش مشكله اجيب لك اللي انت عايزه. وهو شكله طبعا البي سي طبعا يا جماعه شكله شيك جدا، بس صدقوني مع الاستعمال مش عمر الافتراضي بتاعه قصير جدا. عندنا توزيعات الكهرباء، وعندنا هنا طبعا في كل مكان كشافات الطوارئ زي ما انتم اتعودتوا على شغلنا ان احنا دايما بنعمل كشافات الطوارئ. اللوكر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نشوف غرفه النوم. طبعا توزيعة الاضاءه والمفاتيح والكلام ده كله، لما بنجمع المفاتيح احنا عندنا هنا 6 مفاتيح، كل مفتاح ليه دور معين. المفاتيح دي بنقدر نستخدمها زي ما حضراتكم شايفين، كل مفتاح ليه مكان وليه تخصص معين، مع ان هو مش كتير، مش مجمعين المفاتيح بالشكل اللي انتم شايفينها، كل مفتاح ليه تخصص زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني هنا مكان منطقه السرير عاملين هيد لايت زي ما حضراتكم شايفين، يعني حضرتك اطفي النور كده، اوريكم بس حاجه دلوقتي. يعني عندنا هنا مثلا ده الهيد لايت بالنسبه للسرير، زي ما هو عايز يقعد في اضاءه هاديه شويه، فالهيد لايت ده ادى شكل وادى شياكه بالنسبه للهيد لايت. طيب لو هو عاوز يعتمد على السبوت لايت، السبوت لايت برده او الاضاءه مثلا زي ما حضراتكم شايفين، ده الاضاءه الرئيسيه، بس هي بتزيد هنا الابليك ده بيزيد مع الوقت، ولو نور الاضاءه كلها هيبقى الاضاءه برده قويه. نخش على السبوت لايت. بص هنا السبوت لايت برده اضاءه بالنسبه برده شكلها حلو وجميل. سبوت لايت برده هنا الناحيتين دول مخليين الشكل جميل. وهنا السبوت لايت ده بتاع فتحه باب الطرقه بتاع باب الشقه، باب الغرفه، علشان خاطر برده يدي اضاءه معاه، ولو نورنا كله مع بعضه هيدي شكل جميل جدا، وهتلاقي الاضاءه زي ما حضراتكم شايفين قويه وشكلها حلو. بس طبعا احنا بنوزع مود الاضاءه في الشقه علشان خاطر نعمل ماتشنج. مثلا لو انت عاوز تقعد في اضاءه هاديه، اضاءه عاليه، اضاءه متوسطه، فيبقى متاح ليك كل الاضاءات اللي انت عاوز تعملها. عندنا كمان اللي نسينا نتكلم عليها، البلكونه بتاعتنا كانت فيها برضو شغل كويس جدا، وعملنا فيها حاجات حلوه جدا. هي في الجانبي، يعني هي مش على شارع رئيسي، فقدرنا نستخدم البلكونه زي ما حضراتكم شايفين، هي شكلها شيك جدا. عملنا فيها الاضاءات، وعملنا فيها السبوت لايت بالاضاءه بالنور الابيض، وعملنا الهيد لايت بالنور اللي هو الورم، عشان خاطر برضو تبقى قاعده ظريفه. علينا السور ده عشان الاطفال برضو، وعملنا فيه قصريات زرع من بره علشان خاطر لو حد حابب يعمل، حد حابب يحط زرع او يحط حاجه، عملنا قصريات زرع بحيث يحط في الادراج دي قصريات الزرع
بتاعته بالشكل ده. الالموتان طبعا هنا كنا عاملين برضو الالموتان دبل ازاز، هنا في الجزء ده عملنا الدبل ازاز مع الجورجيا المطعمه بالذهبي زي ما حضراتكم شايفين، شكلها شيك جدا وجميل برضو وهادي. والدبل ازاز دايما بيبقى مانع الصوت، كاوتشات عازل التراب وعازل الصوت والكلام ده كله، كل ده بيفرق، واشتراطات انت دايما بتقولها لبتاع الالموتان قبل ما يشتغل. في نهايه الفيديو يا جماعه والله انا بشكر كل مهندسين الديكور اللي شغالين معانا، ومهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين، كل الناس اللي بتشتغل على شقه. انا مش لوحدي بشتغل على شقه، عندنا كميه شقق وبنسلم كميه شقق الحمد لله في فتره بسيطه، برضو كل فتره بنسلم كميه شقق كويسه. بس طبعا انا بشكر جدا المهندسين اللي بتشتغل معايا في المواقع، لانهم عليهم دور كبير جدا. هم بياخدوا تعليمات من الشركه بكل حاجه، وكمان ان هم يتعاملوا مع اي كلاين ان هو اخوهم او حد من قرايبهم، علشان خاطر يقدر يحافظ على فلوسه وعلى حاجته، عشان يقدر يطلع له احسن حاجه باقل تكلفه. وبكده بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.